اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحه وفي احسن حال يا رب. النهارده كده ان شاء الله جاي لكم بيوم جديد وفيديو جديد، ويا رب يعجبكم. يا رب الفيديو بتاعي كده يكون خفيف على قلوبكم، وانا اكون خفيفه مع الفيديو بتاعي ان شاء الله. النهارده كده ان شاء الله جاي لكم بقى كده ب- بحاجتين كده حلوين مع بعضهم. بصوا بقى، مش عايزه اقول لكم على طعم بقى ايه الجاتو شاتو ده. بصوا بقى عاملاه، بصوا بقى، مش عايزه اقول لكم لا بشوكولاته ولا باي حاجه. مش عايزه اقول لكم يعني التكلفه بتاعته مش اللي هي بقى ايه عاليه قوي. بصوا ما شاء الله على الصينيه، واهم حاجه ايه هتاكلوا حاجه حلوه بقى، وهينفعك بقى ايه في سهره خميس كده وانتوا قاعدين، عيد ميلاد صغير كده على قدكم. يعني هي حاجه ايه بسيطه مش مكلفه قوي. وهنا برضو بقى معانا ايه العزيزيه الدمياطي. نعملها بطريقه حلوه وطريقه سهله جدا، انا كنت عاملاها قبل كده معاكم في فيديو قبل كده. طبعا هنا بقى انتوا عارفين انا سالها كده كده المكرونه. اي نوع مكرونه عندك ايه اعملي بيها. انا كنت عاملاها بمكرونه ايه قلم. دول كوبايتين من المكرونه، انا كنت حطاهم سبتهم يتسلقوا جامد قوي. ايه لان كده كده ايه انا عايزاهم يتهروا، وضربتهم ضربه كده خفيفه بالهاند بلندر. معايا هنا كيلو من اللبن. اللبن بتاعي اللي هو اللبن البلدي. معايا معلقتين من النشا، معلقه كبيره من السمنه البلدي. معايا معلقه كيس قصدي فانيليا. وهنا السكر حسب الرغبه. انا حطيت هنا 3 معالق من السكر، عشان كده كده ايه احنا ما بنحبهاش مسكر قوي. وبعدين كده كده انا هزودها برده سكر تاني، هوريكم ازودها برده سكر تاني امتى وهتشوفوا معايا. هنا انا حطيت سمنه بلدي. السمنه البلدي ايه بتديها برده طعم حلو قوي. ممكن انت لو عندك قشطه برده حطي قشطه، بس انا ايه ما كانش عندي قشطه، فحطيت ايه معلقه كده كبيره سمنه بلدي. هقلبهم كده على طول في بعضيهم، وبعد كده اروح احطهم على النار. احطهم الاول ايه على المكرونه اللي احنا ضربناها، وبعد كده ايه هروح انزل بيهم ايه على النار. زي ما بقولك لو انت عندك قشطه حطي قشطه، ما عندكيش حطي سمنه بلدي زي. انا ما كانش عندي فايه اكتفيت ايه بمعلقه السمنه البلدي الكبيره اللي حطيتها. هنزل كده بيهم على النار زي ما انتم شايفين، وهفضل اقلب فيهم لغايه كده ايه ما يتقلوا معايا. ما تسيبهمش كده على النار وتمشي، لان انت حاطه في العزيزيه بتاعتنا دي بتاع ده نشا، عشان ايه ما تكلكعش منك. بصي هي كده خلاص استوت معانا. هتعرفي هي استوت ازاي؟ بصي هتلاقي الحله كده معاكي ايه بتبقبق كده. جبت صينيتين، صينيه مقاس 30 وصينيه مقاس ايه 28. فايه دهنتهم كده سمنه من الارضيه بتاعت الصينيه، وهنزل بيهم ايه زي ما انتم ما شايفين كده. سبتها كده شويه بتاع 10 دقايق كده تتشمع بس كده معايا. هجيب بقى ايه معلقتين كده سمنه بلدي، وهدهن بيهم ايه الوش من فوق. عايزه اقول لكم بقى ايه، شوف احنا بنشوفها عند الراجل كده الوش بتاعها ايه محمر كده من فوق. السمنه البلدي دي برضو هتخلي لك وشها ما شاء الله عليه، هتشوفيه دلوقتي وشها كده محمر من فوق وجميل. وبرضو هنعمل برضو تركايه حلوه قوي على الوش برضو، هتخلي لك الوش طالع ما شاء الله عليه. ادهني كده الصينيه بتاعتك وبالراحه خالص وانت بتدهنيها بالفرشه، عشان ايه هي لسه ما جندتش قوي معانا. هدهن برضو كده الصينيه التانيه برضو زي ما انتم شايفين. وبعد كده هقول لكم بقى ايه السر اللي احنا هنحطه. بصوا ده سكر بودره اللي هو بتاع الكحك بتاع العيد. انت عندك السكر اللي هو الابيض الناعم دوت خالص، مش السكر بتاع التومين، لا السكر الابيض التاني حطي منه. انا هنا حطيت بقى على وشها كده، رشيت على وشها كده رشه سكر ابيض. وايه وانا مشغله الفرن على فكره يسخن، انا مش هحطها ايه في الفرن، لا انا هشغل عليها الشوايه. انا بس مشغله الفرن يسخن معايا، عشان ما ادخلهاش على الفرن وهو ايه بارد. بس خلاص كده رشيت عليها سكر من فوق ودخلتها تحت الشوايه 10 دقايق، وطلعتها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هي كده كمان عايزه كمان تبرد شويه، فهسيبها تبرد شويه بقى، واقطعها دلوقتي معاكم واوريكم ايه شكلها عامل ازاي. بس عايزه بس اوريكم بصوا شكلها عامل ازاي بقى. كانت جميله ما شاء الله عليها. بصوا انا سبتها بتاع ايه ربع ساعه او 10 دقايق كده تبرد.
ما دخلتهاش والله لسه كمان التلاجة، يعني كمان لسه لما تخش التلاجة هتمسك نفسها عن كده. بصوا بقى الشكل، الطعم ما شاء الله عليه جميلة. وبصوا بقى مش مسكرة. عملت حساب المعلقتين السكر او معلقة السكر اللي انا حطيتها ايه على الوش من فوق قبل ما ادخلها الفرن. نخش بقى ايه على الكيكة بتاعتنا اللي هنعملها النهاردة، كيكة بالشوكولاتة. معايا هنا كوبايتين ونص دقيق هنخلهم كويس جدا، يعني بتاع ايه ربع كيلو دقيق كده، إيه اكتر من ربع كيلو دقيق يعني بمعلقتين او ربع كيلو دقيق مثلا. الصينيه اللي معانا دي هتاخد ايه ربع كيلو دقيق بالظبط. كوبايتين ونص دول، الكوبايتين دول هعاير بيهم السكر وهعاير بيهم الايه السمنه بتاعتي او الزيت، هعاير بيهم اللبن، كل حاجه بنفس الكوبايات اللي هي بتاعت الدقيق. خلاص نخلت الدقيق كده هركنه بقى على جنب، وهجيب الخلاط بتاعي وهشوف هنحط ايه في الخلاط. معايا هنا كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، عدد 2 بيضه، معايا نص كوبايه من السمنه. عايزه تستبدليها بزيت استبدليها، بس انا حبيت ان انا ايه اعملها كده بالسمنه البلدي النهارده معانا. هحط بقى ايه كل المكونات بتاعتي دي. حطيت كوبايه السكر في قلب الخلاط، وهكسر كده البيض بره قبل ما احطه في الخلاط، عشان ايه لو في قشره ولا حاجه وقعت منك فت ايه تعرفي تشيليها. كسرت كده البيض في طبق لوحده، وبعد كده نزلت بيه في الخلاط. هنزل برده باللبن، وهنزل برده بالسمنه. عايزه انت برده تحطي نص سمنه ونص زيت برده اللي يعجبك بس. وهنزل كده برده بالفانيليا بتاعتي، وبعد كده هروح اضربهم بقى. وبعد كده ايه هرجع لكم. انا هنا كنت خلاص ضربتهم. معايا هنا الكيس اللي هو البيكنج باودر دوت هنخله كده على الدقيق. ومعايا هنا كده ايه الكاكاو بتاعي ده برده هنخله. هحط بتاع ايه معلقتين كده او معلقه ونص كاكاو. ماشي، يعني اعملي حسابك برضو ممكن انت ايه تشيلي كده من الدقيق شويه اهو، لو هتعملي مثلا في صينيه صغيره ولا حاجه. انا هنا ما شلتش من الدقيق لان انا كنت عاملاهم في صينيه مقاس 30، فما شلتش من الدقيق ايه حاجه. حطيت هنا برضو ذره ملح كده صغيره كده. هبدا اقلبهم كده كلهم في بعض، وبعد كده بقى ايه هنزل عليهم بالخليط دوت. بصوا ايد بتدلق وايد ايه بتقلب. عندك مضرب اعملي بيه، مضرب اللي هو السيليكون، المضرب الكهربائي اعملي بيه. بس انا بحب ان انا اقلب الكيكه كده بايديا، بحس ان هي ايه بتبقى احلى من المضرب الصراحه، او ايه احسن من المضرب اللي هو الكهربائي ده. فاقلبهم كده، وبعد كده هجيب صينيه مدهونه برضو سمنه او زيت، وبرضو رشه دقيق، وهنزل برضو ايه بالخليط بتاعي ده كله. قبل بقى ما ابدا انا في الكيكه كنت مسخنه الفرن على 180 درجه، وسايباه ايه يسخن كده. خلاص كده ههز الصينيه بتاعتي كده كويس عشان ايه تبقى ايه متساويه من كل الجوانب. هدخلها في الرف اللي في النص في الوسط، وبعد كده هسيبها بقى ايه عقبال ما نعمل الكريم شانتيه بتاعنا دوت يسقع في التلاجة، تكون الكيكه ايه قربت تخلص. معايا هنا 8 كيلو من الكريم شانتيه. انا جايباه سايب، بجيبه سايب من عند العطار. مش عايزه تجيبيه سايب ممكن تجيبي ايه ظرفين من اللي هم الظرف دوت اللي هو بيتباع في السوبر ماركت. بس نزلت هنا كده. عايزه تعمليه بلبن اعملي بلبن، انا هنا عملته بميه متلجه. معايا نص كوبايه ميه حطيتها على الكريم شانتيه، وهبدا كده اضربهم بالمضرب شويه كتار لغايه بصوا ما تلاقوه كده تقل معاكم وبقى كريمي. هجيب كده بقى طبق معاكم زي ما انتم شايفين، وهنزل بقى ايه بمعلقه من الكاكاو ونص كوبايه من اللبن. برضو اللبن بتاعنا ده كنت غلياه وحاطاه في التلاجة، يعني ايه متلج برضو. ماشي، هنزل بنص كوبايه من اللبن، يعني حطيت بقى على الكريم شانتيه دوت نص كوبايه من الميه ونص كوبايه من اللبن. هقلبهم كده ببعضهم زي ما انتم شايفين، وهنزل بيهم ايه على الكريم شانتيه دوت. وهبدا برضو كده تاني ان انا اضربهم كده شويه ببعضهم كده اهوت، عشان ايه عايزاهم كده ايه يبقى لونهم ايه فاتح شويه. بس هفضل اضرب كده فيهم شويه، وبعد كده بعد ما اخلص ضرب واحس ان القوام تقيل معايا هروح اشيلهم في التلاجة عشان يسقعوا معايا عقبال ما الكيكه بتاعتنا ايه تكون استوت وتطلع من الفرن تبرد كده شويه. هبدا بقى ان انا احط عليهم ايه الكريم شانتيه دوت. بس ما نسبقش الاحداث، بس ايه زي ما انا ما قلت لكم كده هفضل اضرب فيهم شويه، وبعد كده راح احطهم في التلاجة.
الخطوه اللي بصوا انا عايزه اوريكم بس كده ان القوام تقل معايا ازاي. بصوا شايفين القوام بقى عامل ازاي. عايزه اقول لكم اطلعها من التلاجة ايه ماسكه نفسها جامد. بصوا الخطوه اللي بعد كده برضو ايه، هنعمل برضو الشوكولاته اللي احنا هنحطها ايه فوق. برضو معايا كده معلقتين من الكاكاو، كاكاو الراعي الرسمي النهارده معانا ماشي. ومعايا برضو هنا معلقتين من السكر البودره، ومعايا هنا كيس فانيليا، ومعايا ايه معلقتين او معلقه سمنه بلدي. بس كده. زي ما قلت لكم حطيت كوبايه لبن، معلقتين من الكاكاو، كيس فانيليا، معلقه سمنه بلدي. هقلب كله ببعضه، ومعلقتين سكر بودره. هقلب كله ببعضه واروح كده احطهم على النار. هما يا دوبك مش هياخدوا على النار بتاع ايه 3 دقايق كده. هلاقي الخليط ده بدأ يتقل معايا كده سيكه كده، اقوم شايلاه كده خلاص من على النار واسيبه ايه يبرد خالص. يعني هفضل اقلب كده فيه شويه، وبعد كده هشيله من على النار واسيبه ايه يبرد. بصوا هنا بقى في كارثه. بطلع الصينيه كانت سخنه على ايديا من الفرن، راحت واقعه ايه الجزء اللي انا بقوله لكم ده راحت واقعه مني، وقعت مني في قلب الفرن. شلت اللي شلته كده من على الوش، حطيته على الصينيه، والباقي ايه رميته في قلب السله. وانضف بقى اللي انتوا شايفينه ده. قلت يلا الحمد لله خدت الشر وراحت. بس برضو ايه ظبطتها كده بالاسباتوله، يعني كملت بقيه شكل الصينيه. بس كده الخطوه دي ما تصورتش معاكم. معايا هنا كوبايه من اللبن، حطيت عليها برضو معلقه سكر بودره، وايه خرمت كده الصينيه بتاعت الكيكه معايا. وهبدا ايه انزل بكوبايه اللبن ومعلقه السكر بودره، هنزل بهم ايه على الصينيه كده من قبل ما احط اي حاجه. بس هنا طلعت كده بقى الكريم شانتيه اللي معايا دوت. هبدا بقى كده احطها على وش الصينيه من فوق، واسويها كده زي ما انتم شايفين كلها. مش عايزه اقول لكم على طعمها وعلى جمالها، كان طعمها والله العظيم عامل ازاي. بصوا هنا برضو الشوكولاته اللي معايا كده برضو بردت. بصوا احنا ما استخدمناش شوكولاته ولا اي حاجه، كله بالكاكاو يعني. وبرضو بالتين اللي حطيناهم على ما شاء الله على الصينيه ديت، يعني ما شاء الله على الصينيه كانت كبيره مقاس 30. وتمن كيلو الكريم شانتيه جايباه ب 17 جنيه، والكاكاو جايبه ب5 جنيه كاكاو. وكيس فانيليا جايبه كام كيسين فانيليا 3 اكياس فانيليا يا ربي برضو ب3 جنيه. يعني انتوا لو حسبتوا الحسبه كلها هتلاقوا مش هتتكلف معاكم ايه بتاع 50 جنيه. بس والله كانت ما شاء الله يعني حاجه حلوه كده في ايه في سهره الخميس بقى كده وانتوا قاعدين عندك ضيوف، عايزه مثلا تفرحي عيالك كده بحاجه صغيره ممكن تعمليها. بس كده حطيت انا بقى الشوكولاته عليها من فوق، والباقيين دوت بقى ايه اتبقى معايا بقى كده من الكريم شانتيه. جبت كده الكيس الحلواني بتاعي، وقلت بقى ايه هزوق لهم شكلها كده من فوق، يعني عشان ايه يبقى شكلها حلو كده. عندك برضو شوكولاته فرماسي ممكن تحطيها عليها. سوداني برضو ممكن تحطي مكسرات. عندك عنب مش لازم كريز يعني. حطي على شكلها كده من فوق برضو تزينيها لو انتوا مثلا مش عايزين تاكلوها كده. الحاجات دي الاطفال بتحبها وبتبقى ايه فرحانه بيها. يعني اي حاجه كده زوايا الشكل بيها. بصوا انا بقى يعني هزوق الشكل بيها ازاي، بس برضو ما اطلع لكم بس حته كده منها عشان اوريكم بقى ايه شكلها ما شاء الله عليها من تحت عامله ازاي، وهي ما شاء الله عليها. بصوا بقى الكريم شانتيه برضو كان ايه يعني كان عايز يتحط كمان شويه في التلاجة، لان هو ايه ملحقش يتحط شويه في التلاجة. والكيكه كمان كانت سخنه ايه معايا شويه. يعني انا لو كنت سبتها تبرد شويه عن كده برضو كانت هتبقى مش عايزه اقول لكم بقى. بصوا جت على اخر حته بقى وما كملتش. مش مشكله، بس اسمي ايه اسمهم ان انا ايه عملت لهم اي حاجه وخلاص. بصوا مش عايزه اقول لكم والله كانت جميله وما شاء الله عليها. مش شكرانين في نفسي والله العظيم، بس ما شاء الله عليها كان طعمها جميل جدا. حاجه بسيطه كده فرحي بها ايه عيالك، واليومهم حواليكي كده في سهره الخميس ولا اي حاجه. بصوا دي الحته بقى اللي كانت واقعه مني، بصوا دوتها مش باينه خالص ان هي ايه
الصينيه كانت مقلوبه مني ولا اي حاجه. يا رب كده الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ويا رب كده تكونوا استفدتوا مني ولا طلعتوا مني باي معلومه او باي حاجه خالص. بحبكم في الله. اشوفكم في فيديو جديد كده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.